عيد القهوة الدولي هو مناسبة يحتفل بها عشاق القهوة في كل أنحاء العالم في الأول من أكتوبر. هذه المناسبة تعكس حب الناس لهذه المشروب الساحر الذي يعتبر جزءاً من ثقافات عديدة. لكن دعونا نتحدث عن الأمر بطريقة غير رسمية. أولاً، من لا يحب القهوة؟ في صباحاتنا الباكرة تكون القهوة هي الصديق الذي يصحو معنا ويعطينا دفعة من الطاقة لبدء يوم جديد. وفي أيام العمل الشاقة نجد فيها العزاء والراحة. إنها ليست مجرد مشروب، بل هي تجربة اجتماعية يتم تداولها في المقاهي بين الأصدقاء أو حتى في المنازل بين أفراد العائلة. عيد القهوة الدولي ليس مجرد احتفال بفنجان من القهوة، بل هو احتفال بجميع أنواع القهوة، من الإسبريسو إلى الكابتشينو، ومن اللاتيه إلى القهوة التركية. المثير في الأمر هو أن العديد من البلدان لديها طرقها الخاصة لتحضير القهوة، فبعض الدول تفضل القهوة القوية والداكنة، بينما البعض الآخر يحبها خفيفة ومليئة بالنكهات. الأمر يشبه تنوع الثقافات، حيث كل فنجان قهوة يحمل قصة خاصة به. وأخيراً، عيد القهوة هو فرصة رائعة للاحتفال بالأصدقاء والتواصل والاستمتاع بفنجان قهوة لذيذ. لذا في الأول من أكتوبر لا تنسى أن تأخذ لحظة لترفع فنجانك وتحتفل بكل فنجان قهوة شاركته مع من تحب، فالعالم يصبح أفضل بكثير عندما يجتمع الناس حول فنجان القهوة.